تسمى كنتوا تكذبوا علينا مين تقولوا لنا بلعنا الحدود على جال الزطله. حقيقه الامر انا تبان لي مشي غزه اللي راهم محاصرين، حنا اللي رانا محاصرين. هذوك امور راهم يموتوا شهداء، حنا رانا نموتوا كي الكلاب. ما كان لا زطله لا والو. تبعوني مليح شا غادي نقول وسجلوا هاد الهضره. الحدود انغلقت، الجزائر غلقت الحدود باش المواطنين الجزائريين ما يدخلوش المغرب ويشوفوا التطور والانجازات تاع المغرب. الجزائر غلقت الحدود باش المواطنين الجزائريين ما يدخلوش المغرب ويشوفوا التطور والانجازات تاع المغرب. باسكو كان المواطنين يبدو يدخلوا للمغرب ويبدو يشوفوا الانجازات نتاع كازا. ايوا يا سيدي، قال لك هاد الناس يفرضون التاشيره على المغاربه باش ندخلوا لعندهم. حلف سويس ريدي السويد. اش فانت دير عندك؟ جيت عندك انت باش ما كنتيش فارض عليا بقى غادبه. والله اخويا شنو نقول لك وزعما قاسي الحال والله العظيم. سدي وخلعتينا. سد منك 600 دوله بحالك ما نسولوا فيها حتى السؤال. عمي تبون واش بصح طلبتوا لنا التاشيره؟ La balena siguiena أول misma canción. لا بالينا سيقينا تبون سد علينا. ومن عندي انا اخويا تقليد عليك لاباس سدي طلقين كلاب وحوطيها وديري كريكيل ديري لالارم. شنو نجي ندير عندك انا؟ نقول لك راه ماكينه طاليان موروزا هنا نموريا. بغيت لك دير فين عمرنا جينا عندك فين وبقيتوا فيا والله. لا غا سدي خلي شوف كومبيناتكم. شوف مي فريمون انا في الفات هادي كنا زعما بروغرامي انا نجيو نسافروا عبر الزمن ونرجعوا للوراء. لازم جبت لي ساندويتش في الماضي عندكم مي حرمتونا. وعاب رايحين بقى عندك فين تمشيو. ترى كنا بغينا نجيو ناكلوا عندكم داك السكران طايح في الدراوج وداك مو في كرشم والفراش. شديو هذوك السميتيات عندكم تيديو للحبس. تنجي ندير عندك انا شد الصف على الحليب. البقرة عندي مباشرة العسارة. زوت البقرة تجي داك الشربة يا ربي زينا هايدا ليا. ويبدو يشوفوا محطة القطار تاع رابا، ويبدو يشوفوا المطار تاع طنجة، ويبدو يشوفوا الطرقان كي نقيين والنظام. قسما بالله العلي العظيم بالك واحد 70% من الجزائريين غادي يقعدوا في المغرب ما يولوش الجزائر، وهذيك 30% اللي تبقى غادي يكرهوا الحكومة تاعهم الجزائرية. تطور كبير لحقاته المغرب. هذه هي السبة اللي خلت الجزائر تغلق الحدود، باسكو عندهم فوبيا. المغرب عندهم اون فوبي، عندهم مركب نقص، ان كومبلكس دانفيريوريتي. زعما كيفاش حنا عندنا البترول والغاز والدنيات والثروات وما تطورناش؟ باسكو هادوك دراهم البترول كاع كلاهم بن بطوش والزعامه تاعهم في بوليزاريو. بصح المغرب ما عنده والو وتطور. دروك لو كان الجزائريين يبدو يدخلوا
غادي يشوفوا التطور تاع المغرب، غادي يدوروا يفون ريفولتي، يثورون على السيستم تاعهم. قال تسمى سنوات وسنوات وانتم تقولوا لنا هذا المغرب فقر وجوع وجهل والناس ترقد برا ما لاقيش تاكل. الشعب الجزائري لو كان يفتحوا له الحدود سوف يثور على الحكومة نتاعه. هذه هي السبب الوحيد رانا نقولوا اللي خلت الحكومة الجزائرية تغلق الحدود. صدقوني ونقولها لكم من هذا المنبر، ما كان لا زطلة ولا حاجة، هذيك غير سبة يقول لك زطلة. رانا مبلعين كل شيء دروك، ما كان لا اللي راي بكري كاع نقولوا حنايا كانت هكا شويه هكا تفلت هاك وهاك، مي دروك مع التبون غلق الجوي غلق الاخر الحدود المير الحيط صاي دروك ما كان لا اللي يدخل لا يخرج. هيا فهموني هاد الزطله مي راها تجي دروك. هيا اللي كنتو تقولوا الزطله راها تدخل من المغرب، تسمى كيفاش راه عندنا الزطله دروك وراه عندنا اكثر من اللي كانت. انا في حومتي كاين 5 يبيعوا، هذه غير حومتي كاين 5 يبيعوا. تروح الحومه الاخرى تلقى 10 يبيعوا، تروح حنا عندنا في كل حومه تلقى 20 واحد يبيع، ومش يبيع طرف ولا يدخلك للدار بالكواله تاع الزطله. هي الزطله مي راهي تدخل، هادي يقولها لك غير سبه زعما المغرب تدخلنا منها الزطله، وكي قالها تبون الباب اللي يجي منه الريح بلعه واستريح، زعما راهي تدخل من تما الزطله. هيا نبلعوه ما كان لا زطله لا والو. الباب اللي تجيني منه الثوره سداه واستريح، نورمالمون يكون صريح. قال سمعي بلعنا الحدود باسكو غادي الجزائريين لو كان يروحوا غادي يديروا لا ديفيرونس، غادي يبديو يديروا الفرق بين المغرب وبلادهم، غادي يشوفوا باللي المغرب تطور. وكي نقول لك تطور ناس راها تروح غير توريست وراها دير دي فيديو راها تجي مخلوعه. راحت وحده انا ذاك النهار في اللايف دايره هكا لايف، هي جزائريه تاعنا والله لا نسيت اسمها، كانت في مراكش قاعده دايرت لنا فيديو وتوري في مراكش كي دايره. اقسم لك بالله العلي العظيم تحسب روحك راك في لوس انجلوس، تحسب روحك راك في لوس انجلوس. وكانت تنتحل الحدود صاير نقولوا الحدود انتحلت ويبدو الجزائريين يدخلوا افواجا، غادي يبدوا يروحوا بالكيران بلي طاكسي، يبدوا يروحوا باللواطه ويبدوا يشوفوا هكا. صاي غادي النعناع ينوضوه في الصليعه تاع تبون. انا نهضر الحقيقه، انا بيضه حمراء. انا يا عارف الجزائر وين وصلت وعارف المغرب وين وصل. عندي 4 تاع ليشان تاع المغرب في داري في وهران وين نسكن انا، عندي الدوزام عندي المغربيه. على بالك ندير حصص رسميه عمري في حياتي ما شفتهم هضروا على الجزائر. بصح كي ندير انا ليشان تاوعنا تاع الجيري وكل شيء نلقى 95% من لي سوجي ديسكسيون تاعهم غير على المغرب. هنا يبان الضعف، من هذه تعرف لا ديفيرونس الضعف، من هنا تعرف الضعف. انا جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وهدر بالسوء على الجزائر، جامي. من اللي جا تبون
جامي شفت الملك محمد السادس دار خطاب وقال هادو الجزائريين راهم يشروها لنا وراهم يديروا لنا الفتنه. عمري توجور يد المساعده وتوجور مسالم. هنا تعرف تربيه الملوك، هنا تعرفه باللي ملك ابن ملك. بونجور رزول عليكم تو الموند. بون الفيديو هذه للجزائريين هذوك اللي زعمان كل يوم يطيحوا للمغاربه والمروك ودايرين صح باللي المروك هو اللي صاي شغل داخو طاحوا في الفخ هذاك باللي المروك لي لايف كل يوم في التيك توك. المروك بصح نساو هذاك اللي بعبصهم تاع الصح الحقيقي الذي بعبصهم حقا هو نظامهم المافياوي الجزائري. مافيا الكبرانات الفرنسية التي تبعبص فيهم منذ 1962 وهي تبعبص فيهم، ولكن النظام المافياوي قال لهم المغرب هي التي هي اللي طرطقت الجزائر، هي اللي سرقت الجزائر، هي اللي خلاتكم ما عندكمش الشغل. يعني الشعب رخيص جدا، يعني الأغلبية، ما نحكوش على الجميع طبعا، والأغلبية يعني رخيصة وبصبع الأزرق كما تعرفون. يعني شعب غبي جدا، شعب غير مثقف. المافيا يعني تحشيله وتكلخله وتقول له المغرب هي التي سرقت لك مستقبلك يا ابني، المغرب هي التي لم تعطي لك العمل، المغرب هي جعلتك تهرب في قارب الموت وتموت في المتوسط، المغرب هي تلقي عليك الرصاص عندما تخرج إلى الشارع لتعمل بروتستاسيون، المغرب هي التي تأخذك إلى السجن القليعة والحراش. يا نعم بأمر من الملك المغربي الشباب الجزائري يذهب إلى السجن من المغرب هي التي تأخذك إلى السجن القليعة والحراش. يا نعم بأمر من الملك المغربي الشباب الجزائري يذهب إلى السجن من أمر من الملك المغربي. نعم هذه حقيقة نعرفها. شعب يعني شعب مدرح، شعب كافي باش تروح خوافين ربكم هكاك ترعشوا ميتين بالخوف. تعرفوا التيك توك بس على بالي بزاف فيكم هما الدياراس ولا يخدموا مع الدياراس يجوا يديروا لي تيك توك باش يغلطوا الشعب ويوجهوا الشعب يعني واجهه غالطه واجهه خاطئه. هما عناصر يعني خالصين سالكين كما يقول لك في الجزائر، عناصر تاخذ الاموال لكي تفعل هذه الامور، يعني تتكلم على المغرب ويوميا على المغرب لكي يغلطون الشباب الجزائري ويبعثونه إلى ديريكسيون يعني غالطة كما يقولون. والكثير من الناس التي لا تقرأ وليس لها يعني مستوى ثقافي نعم تذهب مع هذه الديريكسيون لأنها غير مثقفة وتؤمن هذه المافيا وهذا الصعاليك وهذا الذين سرقوا البلاد. هما يعني لو يفكرون يعني قليلا، فكروا غير شوية، كالمي روحك شوية وفكر تعرف باللي شكون اللي هو سبابك هي المافيا، النظام الجزائري الفاسد السراق. خليك من المروك، خليك من المغرب ما يدير لك والو، روح المافيا ولا تخاف. فهمتوا عليهم مسكرين عليكم بين الجزائر والمروك باش ما تروحوش تشوفوا تقولوا يا هالمروك ولات ماريكان وحنايا ما زلنا بحال موريتانيا واحنا باقيين بحال السنغال والمروك ولات ميريكان. يلا هني يكونوا امو تبون ومرتو الزهره الفالحه. يلا هاو منين خايف النظام الجزائري خايف من الحوايج هذو، نظام خايف من الفئه البغله، الفئه الدبه. كاينه واحد الفئه كبيره جدا في الشعب الجزائري داب مسكع خلاص على بالك تلقاه يمشي قادر او يجري هكا قادر يمشي قادر يطلع في السماء ويطيح ينيك راسو يفلق ويقسموا على زوج. والله يا خاوتي كاينين عندنا عباد في الجزائر كيما قادر يخش خطره. والله يا خاوتي جا واحد يجري وخسر الطوموبيل الطوموبيل طبسها تاع روحو وضر يضحك. اش بيه رب وانا قلت هذا واش بيه
شي البلا هذا على صباح ربي. عندنا عباد كذب وحوش في البلاد، هايش حيوانات. هذاك هما النوع اللي حوس عليه النظام الجنرالات النقوشه الطحانين والمخابرات الكبابل تاعهم. يريدون شعب غبي سايله داب يمشي ويخبط في الحيوط. يريدون هذا النوع من الشعب، لا يريدون الشعب كيما يدير. المغاربة فيهم من الشيء العجيب حقيقة ما يحملونه. زرت المغرب في أكثر من مرة، والله ما وجدت فيهم إلا الحب والتقدير والكرم والحرص الكبير على دينهم وتقاليدهم وعاداتهم. والله زرتها وما وجدت فيهم إلا كما قال فيهم الحجاج: المغاربة لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إلا وتاج على رأسه، وإن قاموا على رجل ما تركوه إلا وقد قطعوا رأسه. فانتصر بهم فهم خير أجناد الأرض. واتق فيهم ثلاثة، اتق فيهم ثلاثة: نساؤهم فلا تقربهم بسوء، أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم، دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك. وهم صخرة في جبل كبرياء الله يتحطم عليها أعداؤهم وأعداء الله. هكذا وجدت المغاربة، وهكذا هم بطيبتهم وتعاملهم ورقيهم وكرمهم. حفظ الله المغرب وأهل المغرب، وأدامها دائما أبية حرة، وأدام عليها الأمن والأمان بحول الله. بلدا عربيا نفخر به. تما كنتوا تكذبوا علينا من تقولوا لنا بلعنا الحدود على جال الزطله. حقيقه الامر ما كان لا زطله لا والو.